ألو، ألو مرحبا، أهلين مرحبا، السلام عليكم، عليك السلام أهلين، كيفك سيدة بشرى؟ البقاء لله للبقية بحياتك، شكرا، يعني شكرا الله والله يخليك، عن جد شكرا، يعني عن جد شفت المقابلة مع الأستاذ طوني كتير إيه حزنتي قلبنا، إيه لابسة أسود عن جد حزنتني قلبنا. تسلمي الله يخليكي، شو ما كناش عارفين يعني كانش السنوار مستشهد بعد كمان، نعم يعني نعم ما كانش بعد السنوار مستشهد كمان، ايه يعني ايه إجا حزن على حزن يعني، ايه والله ايه والله إيه آه إيه يعني بس ما تلبسي أسود لأنه السيد بيحب الحياة، السيد ما مات، السيد بعده معلش عايش. مش قادرة ليكي، أنا طبيعتي هيك، يعني إذا كنت مكتئب وزعلانة ما فيني أتحمل الألوان الفاتحة. بس فمن بس سيدة فهمي بشرى يعني هن اللون يعني منسجم مع نفسيتي لازم هلأ، نكون قوايا، لازم بحالة النفس. لازم نكون قوايا قدّام خصمنا. 100% شُفتِ شو عم 100% بس منسجم مع حالتي النفسية اللون هلأ بالوقت بس أنا الحاضر. بدي كان توجهي رسالة لرئيسنا وتاج راسنا السيد بشار، إنه الدكتور بشار، إنه لازم يعمل شي، لازم يكون عن جد يعني هو جيش عنده، نحن هون عندنا بس حزب صغير يعني واتأذى كتير الحزب يا سيدتي، كتير اتأذى. ليكي لا خليني أقول لك بس، صح راحوا هالقيادات يعني، بس القيادات هاي اوريدي كانت بسن التقاعد وشو عاملة قيادات تانية وراها. يعني انتبهتي أعمارهم كلهم ستينات إيه 62 بس ما في حدا و64. متل السيد يا مدام بشرى، ما في لا مش حدا. عن السيد موضوع تاني، عم بحكي عن القيادات اللي قالوا آه، قيادات الرضوان، بس تمام. كانت محضرة القيادات الحقيقية موجودة بعدها يعني. بس يعني كتير والحزب أبدا ما أكل ولا ضربة بجسمه المقاوم نهائي، بس نهائي اللي بيقولوا 80% لك ضربوا. 80% من الضاحية مدمرة مدام بشرى، زعلانة على الناس. البيوت المدنية إيه طبعًا ولكن إيه. عم بحكي كجسم مقاوم مع إنه مرابط صواريخ وشغلات وهي كلها أبدا ما طلع شيء بعدِك نهائي موجودة الحمد لله. بعدِك لهلأ برافو عليكِ، عم يقولوا إيه إنه أنتِ بدبي، قُلت لهم لأ مش بدبي، هي موجودة لا أنا بلبنان، لا بلبنان أنا، بس بيتِك أنا بس طلعتِ بلبنان، من بيتِك لإنه قريب على الضرب لا ها؟ لا بعدني البيت، بعدِك بعدني البيت. الله يحميكِ، الله يحميكِ مدام عن جد. إيه لأنه لحد هلا المنطقة مستهدفة، المنطقة اللي نحن فيها، آه و احتمال إذا صار في خطر على المطار إمم. تصير مستهدف لأنه ما عارفين ما دارش ما المشكلة المطار بيته. خايفين لأنِك قلتِ بدك تلبسي تتلوني إذا مات نتنياهو، يقوم يسمع هلأ الخبر يقوم يصير لك شي، يعني لازم ما تجيبي سيرته. لا يقوم يستهدفوكِ عن جد والله بنخاف عليكِ. لهلا ما دقوا بالناس اللي بتحكي سياسة، نحن بس بنحكي سياسة وإعلام، بعدهم أوكي. ما بلشوا يعني يدقوا فيهم، إذا أولك قرروا يدقوا فيهم ساعتها بدي انتبه، بدي بس انتبه بس ما يعني. هلأ مثلًا في كتير ناس يعني هن المفروض إنه صحفية متل مثلًا حسين مرتضى، يعني هو مطلوب لإلهم. حسين مرتضى منخرط بالحزب. أوكي، هذا شي تاني، ايه غير إيه، بقى نحن، آه. يعني أنا رفيق نصر الله، ناصر قنديل، يعني زهران سالم زهران، يعني نحن مش منخرطين آه، إيه إنه بس هيك. بس هلأ إيه برأيك ممكن مثل يستهدفوا الشيخ الله يحميه نعيم قاسم والّا لأ ما ممكن؟ اللي إذا قدروا بيستهدفوها أكيد، بس ما آه، بعتقد يعني بتكونوا مرتبين أمورهم الأخوان يعني. بس بس ما يعني ما بتقولي في خيانة، حتى ما بتقولي في خيانة من إيران لا لا استعمل أبدًا؟ الذكاء الاصطناعي، وأمريكا استعملت التقنيات المتطورة اللي عندها إياها حتى اهم. بعدها مش عند إسرائيل، بالبيجرات هيدي شغل أمريكاني صار. بس والله إيه بس التفخيخ اختراع من كتير بشع. قبل إسرائيلي، ولكن اللي استعمل الذكاء الاصطناعي بتفجيرهم هو بس الأمريكاني. الاختراق كان كتير بشع والله عن جد كتير اختراع بشع، بشع، بشع. مش إيه هيدي قصة البيجرات، بس تخطر ببالِك أنتِ إنه إذا اشتريتِ جهاز تليفون لأ، إنه لأ، ممكن هيدا يستعمل لا، 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 كقنبلة موقوتة؟ لأ أبدًا. ما بيخطر بس ببالِك، هيدي المشكلة جريمة ضد الإنسانية إيه، ومفروض ينعمل عقوبات شديدة طبعًا، على اللي طبعًا شارك أكيد، فيها، أكيد. ومفترض ينحال فورًا على محكمة الجزاء الدولية. طبعًا، بس ال ليش؟ بس المشكلة بالقصة حبيبتي، المشكلة إنه في يعني عم يصير كمان يعني ضرب بقلب سوريا وما حدا عم يتحرك، يعني كمان اغتيال جوز بنته للسيد، يعني كمان كانت كارثة مباشرةً.
يلي انضرب بالمزة. السيارة اللي انضربت، ما هن لقلك هن عم بيعرفوا بصمة الوجه، بيعطوا بصمة لجوجل، بيقولوا له بدنا اياها، هلا بيلاقي له اياها جوجل بوجهه الضربة دغري، مش قصة خيانة. لا فيش هلا الذكاء الاصطناعي ما عادش فيه مبرر. حتى السيد يعني بتقديري انا، لانه هو طبعا عاملين احتياطات الشباب على قصة بصمة بس الوجه، يعني مكان الاجتماع ولكن للسيد لما اجى الايراني بتقدير المسؤول الايراني الكبير اللي اجى، قدروا انه هذا نجم السيد، فاكيد لاحقوه هو، يعني بصمة وجهه اللي كانت عم تتلاحق. بس سألك الأستاذ طوني إنه مأكدة إنه استشهد؟ ممكن يكون في عن جد مفاجأة إنه لا عايش. في ناس كتير هيك يعني. لأنك بالقراءة، يعني الناس كلها بالقراءة بتقول ما استشهد، واللي بقول استشهد بالقراءة كمان. ليش؟ لأنه ما في مبرر لحتى إنه يكون طيب ويتظاهروا إنه ميت. شو السبب؟ مشان يحموه. مش أي سبب مشان يعني. يحموه. لا مش هيك يعني. لأنه لا، ما عارفين ردة فعله استشهاده كتير قاسي على الناس. أكيد قاسي علينا إيه كتير. بس طبعا. إيه بس هو ما بعتقد يعني يقبل بهيك شيء. أكيد. ما يعني مش شخصيته اللي بس أنت ممكن قلتي يوقع. بس أنت قلتي وجهتي كلمة، يعني بعض الناس ممكن يعتبروها لا سمح الله كفر، وأنت أكيد ما بتقصدي فيها إنه زعلانة عتباني على الله عتباني. إيه العتب علم حد دايما. لأقلك شيء، اللي دارس الصوفية بيعرف معنى هيدا المفردات. بس حضرتك مالك صوفية. حضرتك دارس عميق وأداء كتير قوية. بس حضرتك من الشيعة، مالك علاقة بالتصوف. لا أنا عم بحكي لك. لا الإيمان العميق بالله مش شغلة الصوفيين بس. أوكي. لا هن لأنه تركوا الدنيا وراحوا تنسكوا وقعدوا برؤوس الجبال وفاتوا بالذات الإلهية بنظرية الحلول اللي يمكن درستيها بالبكالوريا. نظرية الحلول بالذات الإلهية. نحن طبعا درسناهم بالبكالوريا هولي. بس برد، وأنا عندي مطالعات الخاصة، أنا ما بكتفي ببرامج الدراسة. يعني أنا دايما كنت مثلا ابن سينا جايب كتاب خاص عنه. ما اكتفيت بالمقرر. بدي بس اطمن بدي اطمن منك على مؤلفاته. أنا بوقت كنت بدي اطمن منك بشرى. بدي اطمن منك بشرى على عائلة السيد، ان شاء الله بخير، اولاده، زوجته بخير. عم تطمنوا؟ انا ما عرفنا شيء، بس اكيد ما كانوا بالمكان. اكيد ما حيكونوا. اكيد طبعا ما حيكونوا موجودين. لا طبعا اكيد. بس انا اللي متضايقه انه كتير حابه انه سوريا تدخل وتدافع. يعني مو معقول، يعني المنطقه عم تتدمر مدام بشرى. لا لك لا ما بتفوت. ما هذا جيش نظامي. هي وايران جيش نظامي. طب يعني ايران بتقديري اذا صار في حرب شامله سوريا وحتفوت اكيد. طب ليه بيقولوا انه في اسلحه الان ممنوع يستعملها الحزب، الصواريخ الذكيه، الا اذا انضربت ايران؟ يعني معناتها انه ايران عم تشتغل فقط لمصلحتها، مش سائله على دمار لبنان. لا هن عم يشتغلوا لضرب الثقه وضرب العلاقه بيننا وبين ايران، وهذا خطر كثير. يعني نحن محور، يعني اليمن، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، إيران. إذا بدها تستفرد فيهم كل واحد لحال، هذا كان مخطط. ما زبطت مع إسرائيل، لأنه مجرد ما بلشت بالفلسطينيين دخل دغري الحزب واليمن وش اسمه العراق على الخط. وهذا كان طبعا يعني خطة مدروسة. طب ليه مش مطلوب من سوريا انه تدخل، مع انه فاتوا على قنيطرة مدام بشرى؟ فاتوا على قنيطرة. لا هلا لا اقول لك، الجيوش النظامية غير هيدي المقاومات. يعني المقاومات شيء والجيوش النظامية شيء تاني. هلا اذا صار في حرب حقيقية شاملة مع ايران، سوريا بعتقد فاتت وجاهزة كمان، مش بس فاتت على الخط، بعتقد انها جاهزة كجيوش نظامية، لأنه بتاخذ إطار مختلف بتصير. نعم صحيح. إيه بس أكيد يعني ولو سوريا بس دخلوا على قنيطرة مدام بشرى، الجيش الإسرائيلي. إيه لك من 3 أيام دخلت الدبابات على قنيطرة. هن عم بيرتبوا الأمور هونيك على أساس يعني مجهزين للحرب، لأنه بتقديري عم يسعوا للحرب الشاملة، وهن أكيد عارفين إذا صارت حرب شاملة. نعم. وهن عم بوجهوا ضربات هون وهون،
عم بيجربوا يشوفوا مواقع الدفاعات الجوية وين بالصواريخ وين. سوريا ما عم بتطلع على هاي بتمنى بتقديري، أنا تحليل بتمنى مني هيدا. بتمنى عن جد الخير للبنان، لسوريا، للعراق. بس كمان طبعا اليمن عم تنضرب، الحوثي عم ينضرب، الميليشيات كمان بالعراق كمان ما عملوا شيء بصراحة، ما عملوا أي مساندة للبنان. لا بالعكس، لقلك هلا يعني اللي عم بتدير المعركة واحد، يعني مقاومتنا كانت هي اللي عم بتدير المقاومة الأربعة. بس هلا هون بعتقد إيران هي اللي عم بغياب السيد حسن، هو إيران اللي عم تديرها. ايه، بس إيران في شيء إنه دائما القائد الميداني هو أعرف بالأمور. مهم. فمثل ما الأمريكان إجوا داري على إسرائيل، إجوا ضباط كبار على إسرائيل، لأنه ما فيهم يقودوا من بيت لبيت، بدهم يجوا على الميدان ويقدروا يديروا المعارك. فاليمنية والعراقية وكلهم جاهزين. دعوكي على اجتماع. نفرض فتحنا باب التطوع انه بدنا لنقول اعداد تجي على الجولان، بدنا اعداد تجي على الجنوب، على لبنان، بدنا انت يعني انا بتوقع عشرات الالوف رح يجي من العراق ومن اليمن وغير الدول العربيه كمان. نعم، يعني الدول العربيه والعان، الجزائريه والعانين، التوانسي والعانين كشعب. فاذا فتح باب التطوع على الاقل جبهه اليمن وجبهه العراق بالالوف رح يجوا، بس ينفتح الباب جاهزين. يعني بعطي في جهوزيه لهيك شيء. هلا الحرب مراحل وخطط، كل مرحله لها اسلوب التعاطي معها. بس انا يعني كان رايي لما تجاوزوا قصه الخطوط الحمر وقتلوا السيد شكر بمطرح بعد ما كانت امريكا اللي بيعطي خبر انه الضاحيه وبيروت والمطار خط احمر، يعني بعد يومين قتل السيد شكر او ثاني يوم. نعم، بعد يومين. نعم، انا نعم. برايي كان لازم دغري قصف تل ابيب، نزلوا أيوة، بنايه بتل ابيب على راس الشيء. أيوة، هي اللي غلطوا فيها لأنه كان بيقولوا إنه كتير مهم. هيدي كان المفروض الضربات الكبيره إيه، الصعبه تبلش دغري على إيه، السيد شكر. صح. هن طب عندي صعدوا تصعيد كبير، بصعد مقابلهم هيدا التصعيد الكبير. عندي سؤال. دعوكي على اجتماع مع راب، أكيد ما بتروحي، بس يعني لو دعوكي بتروحي؟ أكيد لا. ما بتروحي؟ لا كيف بدهم يدعوني؟ لا أبدا، مستحيل. ما بيدعون. لا ليه؟ اي معلم عرب معقول؟ طب لا، يعني مو هن عم يقولوا لبنان القوي ولبنان الواحد وعم يحكوا. لبنان صرماية دنياهم، هيدا اللبنان تبعهم، لبنان اللي تحت صرماية امريكا واسرائيل، هيدا اللبنان. يعني هلا يعني التاريخ ذاته تبع ماضيهم. لا طب هدول يعني لا، انا عم بسألك ما بعرف. لا انا عم بسألك مدام، ما بعرف. انا عم بسأل انه فكرتهم عن جد. لا اكيد لا. هلا انا بصراحه مش عارفه من امتى. والله انا انسانه عاديه، بحبك كتير، بحب مواقفك يعني بصراحه كتير. يعني ما قلتي لي اسمك؟ هلا اسمي بيفرق معك؟ لميا، اسمي لميا. ايه يعني انت عايشه ببرلين؟ لا عايشه ببرلين. هلا انا ميسون بيرقدار. شوفي حبيبتي، انا ميسون، بس ما تسكري، خليكي قبضايه وما تسكري. وانت بتعرفي مواقفي اني انا ضد. انت ميسون؟ انا ميسون، صار لي ساعه عم بحكي معاكي، ولكي ما غلطت معاكي بحرف ما غلطت معك. لا ماشي، لك شو مدام حاكين انا وياكي سابقا. تليفون الجهاز مغير، ولاحظ الصوت فيه مش انت الوحيد اللي ما عرفت صوته. هيدا في كذا حدا عم يحكي معي مش عم بعرف صوته. هيدا إلي جمعة عم بستعمل. طب اسمعي، طب ممكن تروقي شوي. انا حابة اعمل معك لقاء ينشر يعني بموافقتك. لو نحن مختلفين خلينا نعمل لقاء ويكون يعني مثل ما سألك الأستاذ طون. يمكن هو كان شوي طري معاكي، أنا ما كتير شوي طرية، أنا شوي قاسية. هلأ كنت طرية معاكي. فإذا لا بس لحظة، بس ليكي لا اسمعي لأقول لك شغلة. أنا إلي مكالمة معاكي سابقا، تعرفي يعني. بدنا نتقاتل، أكيد بدنا نتقاتل. لا ما حنتقاتل. خليها لبعد الحرب. لا بالعكس حبيبتي يا روحي. هلأ
لا ما بصير. انت عم تبدي رايك وانت عندك راي وانا عندي راي، خلينا نتقابل ونحكي. ليش لا؟ انا بحكي دائما، بس ما مش عندك، هلا، بس مش روقي جاي، شوي، ما مش عندك جاهزة. واتساب، لا ما لا، بدها عندك حوار واتساب. مع الأعداء، لا لا مع لا الأعداء هلا. لا، لحظة بس، بدي أقول لك شغلة. أنا رأيي المتواضع عزيزتي، الحكيم جعجع وأشرف ريفي واللي كانوا معهم، هدول ما لهم أتباع لا أمريكا ولا لإسرائيل مدام. هدول لبنانية. من هدول قال لك؟ أنا عم أقول لك هدول مين لبنانية. قال لك عن جعجع؟ إيه، أنا عم ولما أقول لك، تربى بإسرائيل ما تدرب بإسرائيل. أنا عم أقول لك إنه هدول لبنانيين لهم حق إنه يحكوا. طب أنا بقول لك يعني، طب حزب الله اللي أنت بتحبيه هو إيراني، ماله لبناني؟ لا، لبناني لا 100%. أبدا كلنا شيعة هو يتبع لبناني لولاية الفقيه، هو من قال. 1400 سنة، من أيام سد مأرب نحن عرب موجودين بلبنان، يا من أيام حبيبتي سد يا مأرب. حبيبتي، هن بيقولوا عن حالهم هيك، هن بيقولوا احنا لبنانية 100%. هلا أنت يمكن والشيعة لبنانية، بس لبنان هو بيؤتمر. هن أهم عشائر العرب، أي يعني بنو أنا بس عم أقول لبيب لك وبنو إنه عامر وشمر. إنه نحن لكي شيعة لكي لبنان مثل ما أنت وسيدنا الأشرف يا طبعا حبيبتي، مثلك. يا مدام بشرى، مثل ما أنت إيرانية نحن. إيرانية بتتهميهم. هي طب ما أنت هلا إيران. أنت زعلتي. الجنوب لما كان محتل إيران ولما كانوا كل يوم يضربوها ويجوا يخطفوا الناس من بيوتها بالجنوب لإيران، واللي كنت من أنا وطفلي هجرني من بيتي كان لا ما أنت ابن عم هلا إيران. ما تضايقتي. إسرائيل اللي كانت لحظة، عم طب تقتلنا. ماشي، هيدا عدونا طب مش عدو ماشي، إذا هدول إيران. اجتمعوا لبنانية قلتي عليهم أمريكان وصهاينة، طب ليش تزعلوا إذا واحد قال عليكم إيرانية؟ إذا أنتوا إيرانية، فلوسكم ومعاشاتكم ومصرياتكم كلها. لا مرجعش تدرب ولو حزب الكتاب ولو عم تقلي عن تاريخهم. هلا ولو هلا أنت خلص تاريخ. من الاثنين اللي تدرب بإسرائيل ومن ما تدرب بإسرائيل واحد. لا لا هدول ناس، بس نحن هدول هلا لبنانيين. نحن مقاومتنا كانوا عم نحرر أرض إيران من الاحتلال، ولا أرضنا هاي. أرضكم انتم مش بس انتم ما قتلتونا فاهمين حبيبتي، الجبل قتلتونا العامر. بسوريا يا هلا روحي، شوفي ميسون، قتلتونا لو بسوريا، انت قارية تاريخ جبل عامر قتلتونا انت بسوريا، بتعرفي انه قتلتونا هول يا روحي، رؤوس العرب قتلتونا وشخصيات بسوريا. العرب. مدام قتلتونا بسوريا حبيبتي، قتلنا حزب الله بسوريا. يا لحظة شوي، قتلتونا بسوريا. طلع قتلتونا بسوريا. لا حزب الله قتلنا بسوريا، حزب الله قتلنا بسوريا، حزب الله قتلنا بسوريا. بتروح تقاتل نظام لانه بدهم يعملوا نظام امريكاني عشان قتلتونا بسوريا يا مدام قتلتونا بسوريا يا حبيبتي، قتلتونا بسوريا، قتلنا حزب الله بسوريا. رغم طبعا نحن حلفاء، كيف لك ما عم لك قتلنا حزب الله، قتلنا بسوريا، قتلنا بسوريا. سوريا وقفوا معها لك بيتركوها تسقط. طب ليش قتلوا الشعب؟ ليش قتلوا الشعب اللي طالب بالحرية يا مدام؟ تمشي مع الامريكان يا مدام ليش قتلوا الشعب اللي طالب بالحرية والديمقراطية؟ ليش؟ شو القاعدة حرية. قاعدة؟ أنا قاعدة؟ الشعب السوري قاعدة يا مدام؟ الشعب السوري قاعدة يا مدام؟ الشعب السوري قاعدة؟ الشعب السوري قاعدة كله؟ ملتي قاعدة؟ طبعا القاعدة هي اللي عملت كل نحن شعب سوري إلنا مطالب، بدنا نقيم بشار الأسد. نحن منا قاعدة ولنا نصرة ولنا دواعش يا مدام نحن منا دواعش. لحظة شوي حبيبتي اسمعيني شوي بس، بقول لك شغلة. انت إنسانة دارسة حقوق، عيب تقولي على شعب راقي محترم إنه دواعش. عيب لا عيب يعني المفروض تستحي تقولي على شعب سوري عنده قرابة مع الشعب اللبناني تقولي عليه دواعش. انا بدي اتاكد الخط معك لانه مش في مجال النقاش. بدي انشره لهذا اللقاء. لحظة.